دلوقتي كده بيسجل، حطينا البنزين الحمد لله وماشي كده معانا 250 ميل كمان اهو، حلوين جدا. نرجع تاني الحته بتاعت الانجليش بالظبط. فانت الفكره ان انت هتتعلم انجليزي، تمام، هتفتح لنفسك مجالات شغل كتير، ابواب شغل اكتر، تمام. وانت برضه هتيجي تعمل انترفيو، مش هتعمل انترفيو مع واحد من بنها ولا من واحد من القاهره ولا من اسكندريه، قلما لما هتلاقي اصلا مصريين شغالين في الاتش ار. فانت قاعد بتعمل انترفيو مع واحد ايه، مع واحد بيتكلمش غير الانجليزي. فانا ليا صديق، تمام، هو ما كانش صديق يعني، هو حد كان جاي يعمل معانا انترفيو، تمام. هو من دوله، اللهم صل على النبي، من اوزبكستان، تمام. وكنا جايبينه على اساس اللي هو يشتغل فيه الاوبريتور، يعني الناس اللي بترد على التليفونات خفيفه ومش عارف ايه والكلام ده. طبعا اوزبكستان بيتكلموا اللغه الاساسيه روسيه، وعندهم اللغه بتاعتها اوزبك، اللغه بتاعتهم بتاعت البلد ذات نفسها، بجانب اللي هم بيتكلموا تركي شويه، تمام. بجانب طبعا احنا عايزينه عشان الانجليزي، يبقى هو كده اللغه بتاعته انجليزي والروسي. وهم هم معروفين برضه ان هم بيتكلموش انجليزي كويس جدا. فلما عملنا انترفيو، احنا عايزين ايه؟ عايزين تليفون اوبريتور، تمام، حد يرد على التليفونات والكلام ده. كامل تليفون اوبريتور ب 1200 درهم السالري بتاعه، تمام. وطبعا شغل الفنادق مختلف عن الشغل التاني، عشان احنا هنا في الفنادق بنديك 1200 درهم، و طبعا بنديك السكن بيكون علينا، بتقعد في شيرنج ابارتمنت، تمام، مع 2 او 4 حسب البوزيشن بتاعك. بجانب طبعا انت معاك الترانسبورتيشن، احنا بناخدك من السكن للفندق، بجانب اللي احنا بيبقى فيه 3 ميل during the day اللي هو الاكل يعني. عدي يا عم الموتوسيكل، عايز اخش شمال، ده انت بطيء. بجانب الاكل والشرب بيبقى كده كده في الفندق. فانت ال 1200 جنيه بتحطهم في جيبك، فاهم، بتوعك انت، بجانب السيرفيس تشارج، بجانب اللانجوج الاونس. هندخل في الكلام ده كله بعدين. فهو الشاب كان جاي عشان احنا عايزينه في الاوبريتور. عملنا معاه الانترفيو بالانجلش، يعني الولد ما شاء الله فظيع جدا، الانجليزي بتاعه كويس جدا. فقلنا احنا عاملينه ايه، لا الولد ده ينفع اكتر فين؟ في الريسبشن. فراح علشان بس لغه الانجليزي بتاعته كانت كويسه، فاحنا خدناه في بوزيشن اعلى من البوزيشن بتاعه، وراح الريسبشن ب 2000 درهم. والريسبشن عندهم بقى انسنتيف، وعندهم اب سيلينج، وعندهم حاجات اكتر، يعني ما شاء الله في الشهر بيقفل له 4000 4500، بجانب اللي هو ايه، ساكن واكل شارب نايم مواصلات على الفندق، فاهم. فهي الفكره في كده. معلش الحته دي رخمه فيها مطبات كتير، تمام. انا مش شايف حاجه، اه كده واضح شويه. فهو الفكره في كده. خلينا يا عم، لان برضو الراجل بتاع الاتش ار بيكون عنده رؤيه. هو الفكره ايه، انا مش عايز جثه وخلاص بتتكلم انجليزي، لا. ما هو الراجل شايف انت راجل دلوقتي اوفر كواليفايد على البوزيشن اللي انت جاي فيه، ليه انا ما ودكش حاجه اعلى؟ ما انا برضو محتاج ناس، فاهم. بس يمكن انت بتبقى رايح بقى علشان تعمل مثلا شغلانه اكنك ويتر او اكنك كاشير والكلام ده، ويلاقي الانجليش عندك كويس، بجانب هيئتك كويسه، تمام. لا والله تعالى خش معانا في ايه، في حاجه تانية او في بوزيشن اعلى، وطبعا بفلوس اعلى. فانت معاك شهرين 3، ظبط حالك فيهم بالانجليزي. وبعدين ده حاجه اسمها استثمار في النفس. الاستثمار في النفس عمرها ما بتيجي بخساره. طول ما انت بتستثمر في نفسك عمرك ما هتخسر، سواء بقى بتتعلم لغه، سواء بتتعلم نيو سكيلز، سواء بتتعلم ازاي كوميونيكيشن، نيجوشيشن، كل الكلام اللي اخره ايشن دوت، فاهم، ده مش بيقف عليك بخساره. في حاجه برضو هنتكلم فيها، الحاجه دي برضو انا كنت ماشي فيها بقالي سنتين الحمد لله. الكوميونيكيشن سكيلز يا جدعان، يعني دي سبحان الله. هي طبعا يعني القرآن مذكور فيه كل حاجة، انت فاهم، بس هي بس اللي يقرأ ويتدبر ويعرف المعاني. يعني احنا كم من مرة كان ربنا بي او انا هحاول افتكر الآية بالظبط، عشان مش عايز برضه ادخل في الحتة الدينية دي قوي، تمام. بس الكلام الكوميونيكيشن سكيلز وطريقة التواصل مع الناس اصلا، يعني دي الاخلاق، يعني هي جايه من الاخلاق برضه، سبحان الله يعني. استنى يا عم، انت بترمي نفسك كده وخلاص. معلش يا جدعان، انا عندي عقده من الحته دي، كل ما كذا مره كده ببقى جاي واتنتش 600 درهم كده ولا 500 درهم مخالفه، وبزعل قوي.